اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير عليكم جميعا، صباح الهنا والفرحة والمحبة وراحة البال، صباح كل حاجة حلوة في حياتنا وحياتكم. ربنا يسعد أيامنا وأيامكم جميعا يا رب العالمين. يا ريت بقى لو أول مرة بتشوفي قناتي تنزلي تحت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. ويا ريت حبيبة قلبي تقوليلي انت بتتابعيني من انهي بلد، ده بيفرحني وبيسعدني جدا جدا. نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله ونبدأ ندخل في الفيديو بتاعنا، بس ما تنسوش اللايك، هو ده اللي بيخلي الفيديو يوصل للناس ويخليني ان شاء الله ان انا افضل مستمرة معاكم ومكملة بإذن الله. تمام. بصوا بقى احنا عندنا النهاردة الفيديو مختلف شوية، هو خفيف وظريف ومش تقيل خالص. بصي بقى انا كنت محتاجة اشتري شوية حاجات من الحاجات دي، اللي هي الحاجات الستانلس والحاجات الألمونيا دي، ومحتاجة برضو لسه حاجات تاني. ولكن قلت ان انا اجيب حاجة حاجة، يعني اللي في مقدرتي دلوقتي اقدر اجيبه فانا جبته. تمام. هقولك برضو على أسعار كل الحاجات دي عشان أما تنزلي أو كده تحبي تعرفي الأسعار. بصي في محلات بتبقى مأفورة صراحة في الأسعار بطريقة يعني أوفر قوي بجد، يعني مش كده. بصي أنا عادة فيا ان انا لما بدخل اشتري حاجة ما بشتريش من اول محل على طول او من اول بياع على طول. لا، باخد فكرة عند اول محل وتاني محل وتالت محل، وطول ما انا داخلة في السوق ببتدي ان انا اتفرج واسأل عن اسعار لحد ما بتلاقي الخامة الكويسة والسعر الكويس والسعر المناسب ليكي بتبدأي تشتري. لان بجد الناس دلوقتي ربنا يرحمنا، يعني بجد الناس جشعة بطريقة مش معقولة. يعني انا ببقى حاسبة ان هو عنده ضرايب، ان هو بس عنده عمالة عنده كده، ولكن لا يعني حرام اما انت تاخد يعني تمن الحاجة تاخده 4 و5 اضعافه، ده يعني ده مش حلال ولا ده صح يعني. تمام. فانا بس حبيت انوهك للنقطة دي. طبعا مش عيب ان انتي تفضلي ماشية وتسألي لحد ما تلاقي السعر المناسب ليكي، ومش معنى كده ان هو بيبقى اقل في جودته او كده، لا خالص. انت ممكن طول ما انت ماشية تلاقي جودة احسن وسعر اقل، يعني ده مش يعني مش حاجة انك انت تحكمي بيها. بصي بقى انا جبت اللي هم الطبقين الستانلس الكبار دول. ده الواحد عامل، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عامل 15 جنيه. بصوا حاجات رخيصة بجد وجميلة يعني، وبتفضل بقى ان شاء الله يعني بتعيش. تمام. الصينية الواسعة دي اللي هي بقى بنحط عليها رز، بنحط عليها محشي، بنحط عليها اي حاجة، دي عاملة 30 جنيه. تمام. بصوا الأسعار والله بجد الأسعار تحفة جدا. الحلة دي أنا صراحة يعني أنا بحب الحاجات الألمونيوم كده، بحسها بتزغلل عيني مش عارفة ليه، خصوصا في الحلل. أنا يعني بميل أكتر للحلل الألمونيوم أكتر من التيفال. وكمان مش عارفة بحس طعم الأكل فيها بيطلع أحلى. وغير كده يعني بيقولوا ان هي اصح، فمش عارفة صراحة، ولكن انا نفسيا برتاح للحلل الالومنيوم. تمام. جبت الحلة دي كده، الحلة دي مقاس كبير يعني مقاس ما شاء الله كبير. الحلة دي عاملة 140 جنيه. تمام. يعني بعد فصال كده أخدتها منه ب130 جنيه، ما نزلتش عن كده. طبعا في محلات والله فيها معدية 200 جنيه وأخف كمان، يعني دي ما شاء الله تقيلة ومحملة. وسعرها كده كويس جدا لان انا عارفة اسعار الحاجات دي. وجبت حلة صغيرة كده ايه حبة طبيخ صغيرين مش عارفة ايه، يعني ليها استعمالها برضو. ال- الحلة الصغيرة دي عاملة 65 جنيه. تمام. والله بجد اسعارهم يعني ما شاء الله ما شاء الله حلوة جدا. ولكن ارجع واقولك في كل حاجة، سواء في الاكل سواء في الشرب سواء في اجهزة سواء في حاجة بتجيبيها، كل حاجة لازم تدوري لحد ما تلاقي كده بايع بيتقي ربنا او محل الناس اللي فيه بتتقي ربنا بيكسب، وفي نفس الوقت اللي هو في المعقول من غير ما يبقى مأفور الدنيا علينا قوي، لان هي اساسا الحاجة غالية واحنا مش مستحملين لوحدنا. تمام. فمش حمل ان هو كمان يحط لنا 4 5 اضعاف الحاجة، لا ده كده يعني ما ينفعش.
بس انا حبيت بس اشارككم كده، انتوا عارفين ان انا بحب افرجكم يعني واوريكم كل حاجة، بناخد افكار من بعض، بحيث انتي لو عايزة تشتري، عايزة تعرفي اسعار الحاجة بتاع، بحب ان انا اصور لك اي مشتريات بجيبها، لان في ستات ما بتنزلش دايما او بتبقى عايزة تعرف اسعار الحاجة دي دلوقتي عاملة كام، سواء اكل سواء اي حاجة من الحاجات دي، فانا بحب اشاركها معاكم للمعرفة والله، يعني بحب ان انا يعني اعرفك الحاجة وانتي قاعدة في مكانك. تمام. انا هنا بقى ابتديت ان انا املى الغسالة كده، وابتديت كان عندي شوية غسيل، هم مش كتير يعني، بس ايه الغسيل في الصيف ما بيحبش يتركن صراحة، يعني احب اتخلص منه اول باول. اللي شاف طريقة الغسالة دي معايا، الطريقة دي أحسن بكتير، وبتفرق جدا في نظافة الغسيل، إن أنا أملى الغسالة الأول اللي هي الفول أوتوماتيك دي، الفوق أوتوماتيك، وأبتدي أحط فيها المسحوق لحد ما يدوب كده هو ويطلع الرغوة بتاعته، ولو هتحطي أي بقى مساحيق تانية معاه، منظفات كلوريكس معطر أي حاجة، ويبتدي الأول يدوب في المية وبعد كده أنزل بالغسيل، بجد بتفرق جدا عن إن أنا أحط الغسيل على الناشف، وإن أنا أحط المسحوق على الناشف، وأحط الحاجات دي كلها على الناشف. لا، الغسيل صدقيني انتي هتشوفي بنفسك بالأمانة يعني، إن الغسيل هيطلع منور معاكي، يعني هتلاقي، لا هتحسي فرق. تمام. بصوا بقى الحاجات اللي انا جايباها دي، يعني ما تقوليش لا دي بتبرق وبتلمع وما تتغسلش، لا بصي انا هوريكي دلوقتي هتطلع كوارث. وبعدين لازم التلميعة الأولانية دي ليها بتحافظ على إن الألمونيوم أو الستانلس ما يبهتش. تمام. يعني لازم إن انتي تغسليها بسلك، بصوا أنا جايبة سلك مواعين أهو، وباخد كده صابون خام من غير ما أخففه، وببتدي أدعك، ده بيخلي الحاجة تنور أكتر، وغير كده هيطلع معايا كمية أوساخ من الحاجة مش هتتخيلوها بجد يعني. هبتدي كده، غسلت الأول الحاجات اللي استانلس، بصوا البرقة بتاعتها زادت بقت منورة كده، هي كانت بتبرق بس كانت مطفية. تمام. الغسلة الأولانية للحاجة دي وهي جديدة بتساعد على إن هي تفضل بتبرق وبتلمع على طول. تمام. بس ابتديت بقى ان انا كمان اغسل الحلة معايا، الحلتين اللي انا جايباهم يعني وكده، بس ما حبيتش ان انا اطول عليكم، بجد والله الحلل بقى الالومنيوم طلعت بجد سواد كده، المية بقت سودة بجد، يعني خدي بالك جدا من النقطة دي، ما تقوليش ان الحلل نظيفة وبتبرق وتستكفي بيها على كده. بصوا انا كنت سلقت البليلة، ما حبيتش ان انا اطول عليكم يعني، فانا كنت سلقاها، نقعتها طبعا حوالي 3 4 ساعات، وبعد كده سلقتها، وفي الاخر خالص ابتديت بقى ايه احط لها اللبن كده، نزلت بكوبايتين لبن، عايزه تزودي عن كده زودي، عايزه تقللي قللي، عايزه تزودي ميه البليله وتقللي في اللبن برضو عادي مفيش مشكله. يعني بصوا الاكل ده كله من اوله لاخره هو مزاج، وزي ما انت مفيش حاجه فيه صح ولا حاجه فيه غلط. تمام. هي بس بتختلف الطرق من حد للتاني. ابتديت هنا برضو احط كوباية سكر كده، حطيت مج كبير، طبعا السكر ده على حسب برضو، على حسب احتياجكم انتوا للسكر بتحبوه ايه. وهبتدي هنا ان انا هجيب معايا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هجيب معايا معلقتين كبار نشا. تمام. وهجيب معايا نص كوباية لبن تاني إضافية، لأن لسه معايا كمان البليلة ايه لسه تقيلة، ولسه هضيف فيها النشا. بص أنا هنا جبت اهو نص كوباية لبن كده، وهبتدي أضيف لها معلقتين نشا. عاوزة تضيفي فانيليا حطي، ولكن انا مش بحب ان انا اضيف لها فانيليا صراحة، يعني بحب طعمها يبقى ظاهر كده احسن بالنسبة لي. هبتدي بقى كده ايه ارش بشوية اللي هو خليط اللبن بالنشا ده، واقلب عشان ما تكتلش البليلة معايا. تمام. هبتدي كده انزل واحدة واحدة واقلب، ايد بتقلب وايد ايه بتنزل بشوية. بس كده كانت خلاص البليلة خلصت معايا. هبتدي بقى في الاخر خالص لازم الاول تسيبيها بس ايه تسوي النشا بتاعها كده،
بصي هي ابتدت كده تطلع زي فقاقيع كده صغيرة كده، خلاص النشا فيها استوى. في المرحلة دي بقى عندك معلقتين قشطة كده، القشطة البلدي اللي هي بتاعت وش اللبن دي، حطي بجد بتخلي التست بتاعها يروح في حتة تانية خالص، يعني بجد بتحلي الطعم جدا جدا. هبتدي بس اقلب ادوبها واطفي النار على طول، هي كده خلاص مش محتاجة حاجة. حلوة جدا للأطفال، مغذية جدا، بتنفع فطار بتنفع عشاء، بجد من الحاجات المغذية ومش مكلفة خالص، يعني هتعملي ما شاء الله حلة قد كده من غير ما تكلفك أي حاجة. بس هطفي عليها بقى وتهدى شوية وابتدي اغرفها كده في اطباق. يا ريت بقى لو بتشوفيني ووصلتي معايا لحد هنا، يا ريت تنزلي تحت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي.